استاذ كامل ازي حضرتك؟ ازيك يا كابتن خالد؟ الصح اخبارك ايه؟ كله تمام؟ الحمد لله. الله يخليك يا كابتن خالد، الله يخليك. استاذ كمال عايزين نطمن لان في كلام كتير قوي طلع في كافه المواقع. خلاص، في 5 في سموحه، في 2 في وادي دجله، في 4 في الزمالك، في يعني عايزين، هل فعلا شفنا عبد العزيز توفيق وهو بيمضي؟ هل فعلا يعني ايه الانتقالات الفعليه اللي من خلالها مره مثلا في احد المقدمين البرامج قال لك عبد الله سيسي في الاهلي، واحد تاني قال لك عبد الله سيسي في الزمالك، واحد تالت قال لك عبد الله سيسي في نادي تالت. يعني عايزين نعرف الحقيقه يا استاذ كامل بالنسبه للاعبين المصري. بالنسبه لعبد الله سيسي زي ما انت عارف الكابتن كان عقده انتهي، وبعدين انتهى السنه دي نهايه الموسم ده، وكان ميعاد التوقيع ليله المباراه المشؤومه مع النادي الاهلي. تمام. فطبعا بعد الاحداث ديت اما شفتش عبد الله من ساعتها فهو فري، يعني هو اي حد ممكن ينتقل اليه. تمام. ده بالنسبه لعبد الله. لكن ما عندكش معلومه يا استاذ كامل ان هو هيجدد معاك او ان هو راح نادي بعينه؟ ما عندكش حضرتك معلومه؟ لا، هيجدد معانا طبعا يبقى صعب يعني. احنا الظروف بتاعتنا اللي من دول يعني حتى يعني ما ينفعش. تمام. لكن بالنسبه للاعبين الاخرين انا بسمع زي ما انت بتسمع بالظبط. عبد العزيز لسه مكلمني دلوقتي قول لي ان انا مضيت في سموحه، قلت له مفيش مشكله، انت عندك احنا زي ما متفقين ان لعبتنا هيتعاروا لمده عام ورجعوا بعد كده بالسلامه ان شاء الله للنادي بتاعهم. تمام. لكن طبعا لسه سموحه بنتكلم معاهم على المقابل المادي. احنا محددين لكل واحد المبلغ بتاعه. تمام. ونظير هذه الاعاره وربنا يوفق ان شاء الله. يعني انا بالعكس انا اساعد لاعبتنا ان هم ينتقلوا لانديه محترمه، انديه كبيره مع الحفاظ على حقوق النادي. واعتقد الموضوع ده يعني موضوع كلنا متفاهمينه ومفيش اي مشكله ان شاء الله. طيب بالنسبه لمحمود عبد الحكيم، هل عقده انتهى هو الاخر وانتقل لمصر المقاصه؟ لا محمود عبد الحكيم يصرف عقده السنه محمود عبد الحكيم عقده انتهى، ينتهي العام القادم. لكن محمود من الناس اللي انا بقول لك ان بعيش 3 ايام دول يا كابتن خالد وقت صعب جدا جدا جدا. يعني بالنسبه للاعبتنا انا محمود عبد الحكيم جالي من 4 ايام ومضى على بياض بعد هذا العام. برضو عصام عبد العاطي، برضو ايهاب المصري. فاهمني ازاي؟ احنا لعبتنا انا بقول يعني فعلا ان هم ملائكه بصراحه، يعني اللي هم بيعملوا معايا ده انا بشكرهم جدا، متاثر جدا بيهم. زهران مضى على بياض. لعبتنا لا حاجه ثانيه الحمد لله. يعني كان الحب بيننا وبين بعض والاحترام يعني كان كبير جدا. لكن طبعا الظروف ما سمحتناش ان احنا نبقى احسن من كده. لكن ان شاء الله هم يلعبوا السنه الجايه في انديتهم اللي هيلعبوا فيها، وبعدين بعد كده يرجعوا لنا بالسلامه ان شاء الله على الموسم اللي بعده. لان ارتباطنا مع بعض ارتباط كبير جدا جدا. تمام. طب استاذ كامل بالنسبه كان قيل لي ان في قعده قريب مش عارف النهارده ولا بعد المباراه مع الكابتن حسن شحاته والكابتن اسماعيل يوسف لمناقشه انتقال بعض لاعبي النادي المصري لمده عام على سبيل الاعاره لنادي الزمالك. الاخبار ايه؟ احنا بكره القعده ان شاء الله. بكره القعده مع بعض. مع بعض. هم نادي الزمالك دخل معسكر بكره على ما اظن. وهنقعد مع بعض بكره بالليل. نتكلم مع بعض بتفصيل اكتر. يعني الامور حاجه يعني محسومه يعني. لكن هي يمكن هنتكلم في التفاصيل الماديه اكتر شويه بكره. تفاصيل ماديه. لكن بالنسبه اللي هو حسام حسن ومؤمن زكريا والياسو و يعني هم ال3 دول اكيد. لكن عبد الله السيسي مش بايديك. انا النادي المصري مدي الاوكي بالنسبه لنادي الزمالك. لكن نادي الزمالك لازم يجيب اللعيب ويمضيه. تمام فهمت. هي اعتقد ان الزمالك يعني عمل خطوه في هذا الكلام، فانا بكره هعرف هذا الكلام من الزمالك. لكن بالنسبه لعبد الله ده هو فري. وبالنسبه لاحمد الشناوي ربنا يكرمه في ريال بيتيس. استاذ كامل. احمد الشناوي
ربنا يكرمه في الريال بيتيس. انا سمعت النهارده ان هو عمل الكشف الطبي والمدرب بتاعه مبسوط جدا منه. احنا واضحين جدا في موضوع احمد الشناوي وان احنا اعاره لمده عام، ونتكلم بقى كده بالنسبه للبيع والشراء في المجلس القادم، ان هو دي مناقشات بعد كده. طيب. لكن احنا ماشيين على اللي احنا الخطوه اللي احنا موافقين عليها كلنا، ان احنا عاوزين اعاره لمده عام. طيب استاذ كامل، يعني كن صريح معايا في الموضوع ده بالذات بعد اذن حضرتك. هل انت تعاقدت مع محامي نادي سيون ولا تعاقدت مع محامي اخر من دوله اخرى؟ يعني لو حضرتك مش عايز تقول الجنسيه بلاش، لو حضرتك عايز تقول قول. معاك في البرنامج. مثلا ان الناس فهمت ان انت بتقول لي المحامي السويسري لكن السويسري اللي هو بالعربي كده بتاع عصام الحضري. بتاع مين؟ بتاع عصام الحضري يعني يعني انا بقول لك يمكن اخر مره شفت عصام فيها يمكن واتكلمنا مع بعض ايام كان المريخ السوداني او المريخ صح؟ هنا معسكر في 6 اكتوبر. ده قبل ما بتاعت حادثه بورسعيد دي بكتير يعني. حادثه المباراه شهرين 3 شهور تقريبا يعني. من كام؟ من شهرين 3 شهور قبلها يعني يعني حضرتك بتتكلم من 6 شهور ولا كلمت عصام ولا شفته؟ لا خالص يعني. اصل حضرتك على وكاله الانباء الشرق الاوسط كانوا كاتبين ان انت عن طريق عصام الحضري هو اللي جاب لك المحامي السويسري بتاع سيون عشان تترافع ضد القرارات يعني. كابتن خالد، انا لو اي حد محتاج محامي انا اجيب له. ما حدش بيجيب له محامي. تمام. انا عارف كويس بيعمل ايه. وبقول لك ان هو مفاجاه بقى ان هو مش سويسري كمان. مش سويسري نهائي، ان هو مش سويسري، وان عصام الحضري مع حضرتك ما كلمتوش ولا شفته من 6 شهور فاتوا. علشان ايه؟ شكرا استاذ كامل ابو علي. هيجرنا الحاجه يعني، وانا بكل ادب وباحترام بقولها للمهندس عادل القيعي